يقول دخل الصحن العباس سلام الله عليه، شاف الناس هوسه بالصحن هالشكل كلهم رافعين رؤوسهم لفوق. شايش بيه الوادم شكو رافعين رؤوسهم لفوق على شنو؟ شويه دققوا النظر واذا طفل مستلم الدرج وصاعد وواصل لاخير القبه، طفل عمره 6 7 سنوات فاتح الشباك مال القبه واقف فوق، والناس تصيح بابا لا توقع بابا اوقف ما اعرف شنو، هو يبكي ما يعرف يسوي. فجأة ماكو هوية صغيرة اجت شوية زعزع تحرك سقط من فوق. جاي بالهواء طاير. يقول طبعا هذه الرواية تنقل عن مرجع ديني هسه ما يحضرني اسمه. كذاب يا كذاب. يقول نزل انا شفته بالهواء طاير والناس كلها قلوبها عليه، واذا هذا الرجال الحمال ابو الحطب قال له ولدي قف اوقف، ولدي اوقف اوقف. تعلق الولد بالهواء لا هو صاعد لا هو اي 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 هدف شيء يعني كبير على اهل البيت. قحط اهل البيت لو صدقنا بحبهم واخلصنا لخطوطهم ولولائهم ولطريقهم، الله وكيلك الله يزلزل الجبال الرواسي حبا بالحسين وآل الحسين، حبا بفاطمة وآل فاطمة. شنو يعني؟ هذول أسماء الله. المهم وليدي اوقف الولد معلق لا هو الطاير لا هو النازل. اجى هذا الحمال حط الحطب على صفحه، اجى قال له وليدي تعال تعال، جابه نزله بالقاع قال له استغفر الله العظيم يا رب، نيل يا عجل يهبل.